اللي بصراحة اليوم زعلتنا وصدمتنا خبر إصابة بنزيما أول بداية التقارير. هو طبعا غادر تدريباته اليوم، عنده إصابة في العضلة الأمامية أعتقد، وهو المفروض أن الآن متجه إلى سبيتار لعمل الفحوصات ويعني إجراءات طبية منها التصوير وما شابه ذلك. لكن بداية الكلام الصادر من المعسكر الفرنسي أنه حسب الجرائد الفرنسية أنه راح يغيب عن مباراة استراليا، لكن وهذا الأكيد، لكن بعض الجرائد الفرنسية أو الصحافة الفرنسية الأخرى لكيب تحديدا يعني قالت أنه احتمال يغيب عن البطولة. نتمنى ان شاء الله ان ما يكون هذا الكلام صحيح، ونتمنى ان شاء الله ان نشوف بنزيما موجود في المونديال. مع ان الاعلام خالد الاسباني كان يتكلم انه يدعي الاصابه على اساس يرتاح حق منتخب فرنسا. اتضح انه فعلا مصاب الرجال، يعني اخر مباراتين مع مدريد، اخر مباراه لعب الشوط الاول وطلع، اللي قبلها ما لعب. فقالت الصحافه الاسبانيه انه يدعي الاصابه عشان يرتاح لمنتخب فرنسا. الظاهر ان اللاعب صحيح الان ممكن يحرم من هاي المشاركه، يمكن يحرم من البطوله كلها ترى. اي نعم، يبين هذا الشيء. الطبيه تقول هالشكل. على فكره البطوله اللي راحت حرم منها كمشاكل شخصيه، قضيتها مع الاتحاد والدوله. اليوم اصابه خالد ESPN والليكب وبعض الصحف الفرنسيه. طبعا ESPN غير فرنسيه، لكن هذه الصحف اذكرت ان التقارير الاوليه تشير الى ان اصابته على مستوى الفخذ، وانه بنسبه 100% راح يغيب عن مباراه استراليا. طبعا بتكون خساره كبيره حق منتخب فرنسا. يعني نحن نعرف افضل لاعب في العالم، ومستواه في الفتره يعني اخر موسم وموسمين مستوى في ليفل اخر عن مستوى القبلي، لذلك بتكون ضربه الصراحه منتخب فرنسا. غياب اثنين في الوسط، والان غياب كريم بنزيما. نعم استراليا بالنسبه حق فرنسا ممكن يكون منتخب سهل، ولكن وجود بنزيما حتى يعطيه شويه رتم حق المباريات القادمه. وخالد بنزيما مش محظوظ اللي في روسيا، كان غايب بالمشاكل اللي صارت، وتعرف مشاكل اللي صارت له مش رياضيه بالطبيعه، خارجه عن نطاق الرياضه. واليوم في نهايه كاس العالم هو احسن لاعب متحصل على الكره الذهبيه في الفتره الاخرانيه. انه يكون مش موجود هي تنجم تكون خساره للكره بصفه عامه وحباء الكره بصفه عامه. هذه لعنه على فرنسا. كل ما تكون فرنسا مرشح اكبر للفوز بكاس العالم الا واللاعب النجم يصاب. زيدان في 2002 نفس الشيء، يعني اخر مباراه اتصاب، اخر مباراه تحضيريه اتصاب وما لعب الا اخر مباراه من كاس العالم. ونفس الشيء مع بنزيما، وهذا ما يقول انه القاعده لن تكسر، بطل العالم سيخرج من الدور الاول. شو اسمه اللاعب اللي دائما يقول ان انا بياخذ فرصتي؟ جيرو. امس مصرح ويقول لك ان انا بياخذ فرصتي في وكاس كان راس حربة كاس العالم في 2018. ما سجل كل المباريات اساسا، مش ما سجل، ما سدد على المرمى، هو راس الحربة. قال انها اخر فرصه لي يعني. طيب بكل اسف بنزيما كان لم يخسر حتى في كاس العالم 2010، رغم انه كان لاعب في ريال مدريد وكان ممتاز. لعب كاس عالم واحده في البرازيل، بالنسبه للاعب بهذا المستوى حرام.